على مدار حياتي أنا كنت شخصين، الشخص اللي كان intern والشخص اللي بقى عنده interns، وقدرت أوي إن أنا أقدر أوصل للفورميلا اللي بتخلّي الintern ده good intern unforgettable intern صعب إن أي حد يقدر ينساه، والintern اللي هو بيروح وجه كإنه ما جاش وهو نفسه ما بيبقاش مستفيد. تعالوا أكلمكم على كل الtips دي النهارده. مساء الخير يا أصدقائي، welcome to my crib. أهلا بكم في البيت. بقالي فترة عايزة أعمل الفيديو ده علشان أحكي لكم عن تجربتي مع الانترنشيبس، بما إننا بقالنا تقريبا سنة بننزل على The Good News إيه هي الانترنشيبس اللي تقدروا تقدموا فيها. بنتواصل مع شركات عشان نجيب لكم أحسن الفرص اللي موجودة في مجالات مختلفة، بس اكتشفت إن في كام نقطة كده لازم نقف عندها علشان نقدر نحدد إحنا هنبقى good interns ولا لأ. وحبيت أقسم الفيديو ده لثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الانترنشيب including السي في وازاي تكتبوه وازاي تكتبوا الكفر ليتر وايه الفرق ما بينهم، ومرحلة الديورنج او اللي هو الانترفيو فيز تعملوا فيها ايه، تردوا ازاي، وجوه الانترنشيب نفسها تتعاملوا ازاي مع مديرينكم، وبعد الانترنشيب ازاي تفضلوا محافظين على العلاقات دي. فباكل اب، روحوا اعملوا كوبايه شاي بلبن ويلا بينا نبتدي بفيز 1. انا عارفه ان انت يا اللي بتتفرج او يا اللي بتتفرجي طالبه، وان بيبقى صعب قوي ان احنا نيجي نحط في السي في ان مفيش شغل او ما عندناش خبرات كتير نقدر نحطها في السي في. فبيبقى السؤال هنا دايما احط ايه؟ هنا بيبقى في كذا مقترح. اول مقترح ان انتوا حطوا الانشطه الطلابيه اللي انتوا شاركتوا فيها، سواء بقى انا يعني على ايامي مش عارفه دلوقتي ايه اللي موجود، بس في ايزك، في ام يو ان، في كذا حاجه ممكن تكونوا انتوا شاركتوا فيها. ولو ما شاركتوش انصحكم من دلوقتي ان انتوا تبداوا تشاركوا فيها، ان دي حاجات بتبيلد كاركتر او بتبني شخصيه. من الحاجات برضو اللي ممكن تحطوها لو انتوا مثلا كنتوا مساعد، مثلا اسيستنت تيتشر او اسيستنت كوتش في رياضه معينه، برضو تحطوها في السي في بتاعكم. السي في عاده بيبتدي من الموست ريسنت للليست ريسنت، يعني بتبداوا باحدث حاجه لاخر حاجه. لو انتوا دخلتوا في مشروع ليه علاقه بالجامعه او مشروع تخرج، ممكن تضيفوه في السكشن بتاع البروجكت. تقدروا تضيفوا اي حاجات فولنتير عملتوها، سواء تطوعتوا في حاجات منظمات خيريه، رمضان، مش عارف ايه. دي كلها حاجات برضو بتاد للسي في بتاعكم. اد السكيلز، الحاجات اللي اتعلمتوها في الجامعه، يعني مثلا لو انت بتدرس كمبيوتر ساينس حط اللانجوجز اللي انت اتعلمتها، مش عارفه بايثون، جافا، مش عارف ايه. لو انتوا طلبه اعلام حطوا السكيلز اللي اتعلمتوها، تصوير، مونتاج، بتاع. فلو هنتكلم على تقسيمه لطيفه للسي في، بيبقى موجود الاسم، بعديها بيبقى موجود رقم تليفونكم والايميل بتاعكم والمحافظه اللي انتوا فيها، بعديها بتحطوا الاكسبيرينس، ان انتوا الحاجات اللي انتوا اشتغلتوا فيها او الانشطه that you were enrolled in، وبتحطوا الجامعه. لو انتوا في مدرسه برضو نفس الكلام بيسري، بتحطوا الجامعه والمدرسه، الكورسز اللي اخدتوها في الجامعه والمدرسه، وبتحطوا سيكشن عن السكيلز. بتتقسم سوفت سكيلز وهارد سكيلز. سوفت سكيلز بقى زي ما تايم مانجمنت، ممكن ليدرشيب سكيلز، وهارد سكيلز بقى اللي هو زي ما قلت لكم الحاجات اللي اتعلمتوها في الجامعه. وهنا ممكن تضيفوا برضو جزء عن السكيلز التكنيكال اللي هو مثلا مايكروسوفت اوفيس، مش عارف ايه. فده كده الجزء بتاع السي في. يستحسن سم تيبس اند تريكس كده: ما تحطوش صوره ليكوا، سيبوه من غير صوره. دونت ميك ات تو فلاشي، يعني ما تحطوش بقى الوان وهايلايتس ومش عارف ايه، لا، the more basic the better. دلوقتي احنا we live in a world of AI، فالسي في ده بيتحط في سيستمز معينه بتقراه، فلما كل ما كان الكلام سهل والفونت سهل للقرايه، كل ما كان اسهل ان هو يجت اكستراكتد منه المعلومات. فده جزء السي في. ساعات بقى في شركات بتطلب منك حاجه اسمها كفر ليتر. ايه هو الكفر ليتر ده؟ هي بتكون صفحه، الصفحه دي بتتكلم فيها انت ازاي خبراتك تبقى مفيده للشغلانه، يعني بتيلرت شويه لكل وظيفه انت بتقدم فيها. هقول لك على حاجه: انت عايز تقدم عندي انا في ذا جود نيوز كفوتوجرافر، فانت في السي في بتاعك بتبقى حاطط خبراتك اللي هي قريبه بقى، فيها تصوير، فيها ميديا، فيها مش عارف ايه، وبتيجي عند الجزء بتاع الكفر ليتر ده بتقول انت هتضيف ايه ليا. الجزئيه دي اللي بيخليكم تستاند اوت فيها ان انتوا اولا تكونوا عاملين ريسيرش كويس عن الشركه، وازاي انتوا هتقدروا تضيفوا للشركه دي لو انتوا شاركتوا فيها. وبتكون عباره عن 2 or 3 paragraphs نقدر نقول. نقدر نجيب التمبلتس بتاعت الحاجات دي منين؟ I would advise go to Canva. مش محتاجين بريميوم سبسكريبشن، ممكن بالفري سبسكريبشن عادي تدخلوا على الابلكيشن تحطوا فيه الداتا بتاعتكم. ونصيحه من اخت كبيره: حاولوا على قد ما تقدروا do not make it entirely on chat GPT. انا كده كده عارفه ان انتوا هتستخدموه، بس
اكتبوا انتوا الكلام، اكتبوا انتوا الحاجات اللي انتوا عايزينها وقولوا للشات جي بي تي ريفيو ات ريفاين ات. بس لما يبقى كل الناس، يعني لو انت تتخيل انت دلوقتي يو ار ان امبلوير وكل الشباب اللي مقدم لك كلهم مبصمجين نفس الحاجه من على تشات جي بي تي، هتحس ان مفيش يونيك. فوات اي وود ريكومند اكتبوا انتوا وخلوا تشات جي بي تي بس يريفاين ان ترمز اوف بقى بانكتويشن جرامر مش عارف ايه. بس فده جزء سي في. يلا بينا نروح على الانترفيو. الانترفيو دي بتبقى فقرة ممكن تكون موترة شوية، سواء هو اونلاين انترفيو او اوفلاين انترفيو. متقسمة حاجتين: الفيزيكال ابييرنس بتاعك وانت جوه منتلي وايموشنلي عامل ازاي. فيزيكال ابييرنس لازم تبقوا لابسين فورمال يعني ما ينفعش نبقى لابسين سنيكرز، لازم نبقى لابسين لبس للولاد. يعني افضل طبعا نكون رايحين ببدلة او نكون رايحين بحاجة اللي هو سمارت كاجوال شوية، بتكون لابس قميص وبنطلون حزام وجزمة تكون يعني مش شرط كلاسيك، بس نتجنب السنيكرز. البنات برضو بليزر، قميص، سكيرت، بنطلون، كلها تبقى حاجات فورمال. ما فيش اوبشن الجينز ولا اوبشن السنيكرز للمره التانية، عشان دي بجد بتبقى من الحاجات اللي بتقفل الامبلوير من اول ما بتخشوا. في الانترفيو بتبداوا ان انتوا بتعرفوا نفسكم. والله انا لو هتكلم انا عن نفسي، يعني انا مريم سوليكا، طالبه في جامعه، كنت في ام اي يو، بدرس اعلام، اشتغلت في كذا وكذا وكذا. وبتبدا انت تشرح اللي في السي في. الفقره دي هم اوريدي بيبقوا شايفين اللي في السي في، بس عايزين يعرفوا منك انت تفاصيل اكتر. ازاي كنت بتمانج التيم، ازاي انت جزء بيبقى فعال من التيم، هل انت بتاكسبت كريتيسيزم ولا لا. نصيحه برضو من اخت كبيره: حاولوا تكونوا في الفقره دي بتستمعوا اكتر ما بتتكلموا. خلوا معاكم سيت اوف كويستشنز كده تبقوا انتم مجهزينها للامبلوير، اللي هو مثلا هل مثلا ده هايبرد موديل ولا هيبقى اون سايت، هل انا محتاج ان انا يكون عندي مثلا سكيلز معينه اكس واي زد انتوا هتكونوا متطلبينها، انتوا ايه الاكسبكتيشنز بتاعتكم مني. فدي حاجات تسالوها في اخر الانترفيو، ودايما تسمعوا منهم هم محتاجينكم في ايه. وماي تيبس برضو: حاولوا تكونوا اعصابكم هاديه جدا. اي شخص امبلوير بيهاير انترنز هو مش متوقع ان انتوا تكونوا on the highest level of معلوماتيا او كاكسبيرينس. بس الحاجه الوحيده اللي انا I can guarantee وان هم عايزين يشوفوها منكم، عايزين يشوفوا منكم حماس، عايزين يشوفوا منكم ان انتوا عايزين تتعلموا. مش اللي هو انا كفلان وعامل كذا وحافظ كذا وخلاص ده اللي عندي. لا، لازم تكون مبين انك عايز تتعلم واكسايتد انك تتعلم. يشوفوا ايه الحاجات الجديده اللي انت هتضيفها للشركه، زي ان انت هتضيف برسبكتيف جديد شبابي اكتر او كده. فلازم تبين لهم انت هتضيف ايه، وفي نفس الوقت تبين لهم برضو ان انت قابل للتعلم وللاستجابه. قبل ما تخلص الانترفيو ايا كان الاسئله اللي هيسالوها لك، ساعات بيبقى فيه تو ليفلز اوف انترفيوز. انترفيو تكنيكال يشوفوا السكيلز بتاعك، بعدين انترفيو تاني مع الاتش ار. يوجوالي مع الانترنز مش ده اللي بيحصل، يعني بيكون هو جاست وان انترفيو. وقبل ما تخلصوا الانترفيو اجان ميك شور ان انتوا تسالوهم اسئله لو انتوا عندكم فضول تعرفوا حاجه معينه. ومهم قوي برضو تكونوا رايحين قبل الانترفيو مذاكرين الشخص ومذاكرين الشركه كويس، وعارفين ان هم فتحوا فرع كذا في سنه كذا مش عارف ايه. ان انتوا لما بترموا الانسايتس دي في النص بيبان ان انتوا عاملين شغلكم. فما تنسوش الجزئيه دي. ويلا بينا نروح على بارت 3، وهو جوه الانترنشيب نفسها تتعلم ازاي وايه السكيلز اللي انت محتاجها. Welcome to part 3. عايزه اقول لكم انا على مدار حياتي كنت النوعين: كنت الانترن وكنت الامبلوير اللي عنده انترن. وانا انترن كنت بعمل حاجات كتير قوي كنت فاكره انها صح. لما بقيت امبلوير اكتشفت ان دي كانت حاجات غلط جدا، وكانت بترهق الشخص اللي معايا وبتتعبه، وهو ما ببقاش اسيت، ببقى شخص متعب ليه. ودي الحاجه اللي انتوا عايزاكم تبقوا كين ان انتوا تتجنبوها when you're in an internship. ان انت ما تبقاش حمل زياده على الشركه، انت رايح تزود لهم مش تشفط منهم. اي نعم بتتعلم منهم، بتوبزرف، بتشوف. بس عايزه اتكلم معاكم في كام نصيحه تخليكم تبقوا شاطرين ومميزين جوه الشغل. اول حاجه للمرة المليون: بي a good listener، مستمع جيد جدا. تروح كل يوم في ميعادك، لابس الاتاير المظبوط، معاك اللانش بوكس بتاعتك علشان ما تطلبش اكل من بره، وبتروح تسمع، تسالهم الصبح هل في حاجه النهارده انتوا عايزين نشتغل عليها، هل في حاجه عايزيني اتعلمها اريسيرش او كده. تروح بس تسال what do they want from you. لما تقعد على مكتبك او حتى لو اونلاين تعرف بتتشيك ان معاهم، بس تعرف انت how do they need you او why do they need you، النهارده محتاجينك تعمل ايه. بتبدا ان انت تقسم وقتك. عاده بيبقى التاسكس اللي بتبقى للانترنز مش بتبقى كتيره قوي، او لو انت في شركه demanding او في شركه فيها تاسكس كتير ده برضو بيكون
كويس، بس تشوف انت ازاي تقدر تقسمهم على ساعات العمل، وتبقى برضو عارف منهم when do they expect you to leave. دي كلها حاجات بيسكس. تاني حاجة عايزاكم تكونوا بعد ما تكونوا good listeners تكونوا اشخاص عندها شغف انها تتعلم، وفي نفس الوقت عندها انيشيتيف. بمعنى ان انتوا دلوقتي قاعدين في ميتنج كبير، الويكلي ميتنج مثلا بتاع الشركه، من اجمل الانترنز اللي اشتغلت معاهم هي الشخص اللي كانت ما بتتكسفش تقول افكارها. انا عارفه قد ايه بيكون الموضوع intimidating او مريب جدا ان انت تكون قاعد في قاعده كلها ناس اكبر منك في السن وترفع ايدك وتقول لهم انا عندي مقترح. بس عايزه افكرك ان مفيش حاجه اسمها stupid question، مفيش حاجه اسمها stupid intervention. انت او انتوا طلاب في الجامعه، طبيعي جدا ان تكون ليكوا اراء مختلفه، مش لازم تكون اكسبرت قوي، بس ضروري ان انتوا تشاركوا. ان هما they hired you for a reason، عايزين يسمعوا منكم، عايزين يسمعوا ارائكم. فانا من اجمل الانترنز اللي اشتغلت معاهم هو الشخص اللي كان على طول بيديني من رايه. طيب مين الانترن اللي كان ممكن يكون بالنسبه لي متعب، وانا كنت الشخص ده at some point؟ هو الشخص اللي عايز يعمل اللي في دماغه بالطريقه اللي في دماغه، ومش مدي مساحه للي قدامه ان هو يعلمه. يعني لا تسي ممكن تكون انت اتعلمت في الجامعه ان طريقه الكلام بطريقه معينه، والمونتاج بطريقه معينه، ومش عارف ايه بطريقه معينه، بس الشركه دي ليها قواعد تانية خالص وبتمشي بطريقه تانية خالص. ف your smartness lies in ان انت تشوف تسال المنتور بتاعك كانوا بيعملوا الشغل ده ازاي، وتتعلم وتفتح تقرا حاجات عن اللي كانوا بيعملوها قبل كده، تفتح تشوف الويب سايت بتاعهم، تفتح تشوف الشغل بتاعهم على السوشيال ميديا، تفتح بقى في الاركايف بتاع الشركه نفسها الفايلز بتاعتهم تشوفوا كانوا بيعملها ازاي، وتقرب التون بتاعك للي هم عايزينك تعمله. لما يبقى ليك رأي مخالف دي مش حاجة وحشة، بالعكس زي ما كنت بقول لكم دي حاجة إيجابية، بس لازم دايما تفتكر إن الامبلوير بتاعك you are here to help him to assist them، وانت برضو بتتعلم. دي كلها interpersonal skills هتتعلموها مع الشغل. ولكن هنا عايزة أفكركم إنه be a better learner، be a better listener، و don't feel intimidated أو إن انتوا قلقانين أو خايفين إن انتوا تشاركوا رأيكم. اتكلم معاكم حلو يا ولاد، قمت اجيب شويه ميه. من الحاجات الاساسيه برضو اللي بيني وبينكم كنت بغلط فيها وما بحبكوش تغلط فيها ابدا، ما تبقاش زنان. طيب عملت تاسك وبعته لمديرك وكان جميل جدا، وانت عايز فيدباك، بس هو مديرك مش مهتم ان هو عايز ياخد التاسك ده يدخله في السيستم او يشوف هيعمل بيه ايه. دونت بي الشخص اللي على طول ملح. ايه رايك في التاسك؟ انا عملت حلو ولا لا؟ طيب ممكن بليز تديني فيدباك؟ طب ممكن مش عارف ايه. بي سمارتر. حدد الاوقات اللي مديرك فيها فاضي تقدر تتكلم معاه فيها. قول له مثلا انا هبقى حابب قوي ان احنا نعمل وان اون وان ميتنج كل اسبوع او كل اسبوعين تقول لي فيه رايك، ليت مي نو لو في حاجه انت عايزني اعدلها. ف there is a fine line بين انك تبقى شخص بتاخد انيشيتيف وانك شخص عامل ازعاج في المكان. خلي ريحك هادي، ما تبقاش مزعج، او شخص اللي هو مثلا على طول بيتكلم مع كله في وقت الشغل، فبتبقى اللي هو مشتت. لو جالك وقت حسيت ان انت فيه مش بتشتغل قوي، افتح بقى وطول ما انت قاعد افتح كورسز، افتح ويب سايت، ما تقعدش تتفرج على المسلسلات في الانترنشيب. ان اجان ساعات بتخشوا انترنشيبس بيبقى الورك لود فيها قليل، فلا استغلوا الوقت ده وبينوا لهم انكم بتستغلوا الوقت ده، وريسيرش حاجه معينه، واقعدوا مع مديركم اسالوهم هل اللي انا بفكر فيه ده صح ولا غلط. make the most out of your time. وحاجة تانية do not get into the office drama أو office chatter. بعض الاوفيسز بيكون فيها اللي هو بقى مش عارفة مين قالت مين عادت مين مش عارف ايه. do not be a part of that، do not engage with it. وحتة تانية برضو مهمة قوي، لو حد قلل منك في الشغل، ودي حاجة possible انها تحصل، ممكن حد يقلل عشان انت اصغر في السن او مش كبير زيهم، لازم تعرف ازاي ترد. من طرقي المفضله جدا 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 ان انا بسمع الكلمه. يعني مره كنت بعمل انترفيو، سوري كنت بعمل برزنتيشن، وحد وقفني قال لي بس انت المعلومه دي انت جبتيها زي انت ما عندكيش خبره كافيه انها تكون عندك. فلما تسمع اي كريتيسيزم من اي نوع، swallow your breath، ابلع ريقك كده وخد نفسك. شكرا يا فلانه انك قلتي لي كذا، فعلا سري جود كومنت، انا جبت الستاتستيك دي من كذا وكذا وكذا وكذا، لو عندك راي تاني او شايفه ان انا كنت ممكن اعملها بطريقه احسن هبقى حابب قوي ان انا اعرف منك. طيب ده بيعمل ايه؟ بيعمل ان انت اولا خدت الانرجي بتاعت الشخص اللي قدامك، يو نيوترلايزد الانرجي دي، رديت بطريقه دبلوماتيك، وفي نفس الوقت بينت لهم انك عايز تتعلم. This is the correct way to respond. The false way to respond انك تجد defensive، اللي هو لا على فكره انا دي فتحتها من ويب سايت، هو انتوا بجد انتوا ميلانيالز او انتوا بجد مش عارف ايه.
do not make fun of them. محدش بيحس ان هو قليل. واجن دورك في الانترنشيب ان انت تبقى a better listener. وهنا برضه عايزه اتكلم في جزئيه مهمه قوي، ان انت لازم تكون بروبلم سولفر. بمعنى ان ممكن مديرك مثلا يطلب منك حاجه وانت تلاقيها صعبه قوي مش عارف تعملها، فبدل ما تروح له تقول له لا بص انا ما عرفتش اعملها، تقول له بص انا دي كانت تشالنجينج شويه بالنسبه لي، حاولت اجرب واحد اتنين تلاته بس ما نفعش. from your experience how can that work. دي بتبوزيشن يو اولا ان انت شخص بروبلم سولفر مش شكاء بكاء. وبتحطك في حته تانية خالص. واخر تip عايزه اسيبكم بيها هنا، ان انا من اجمل الناس اللي اشتغلت معاهم كانترنز، ومن الحاجات اللي اتقالت لي كانت بوزيتيف برضه وانا انترن، ان at the end of the day we're humans. يعني خليك الشخص اللي بيسأل على الناس، اللي بيطمن على حد لو تعبان، اللي بيبعت مسج لو فلان is not feeling well، اللي شايف ان حد تعبان بيسجست ان هو ممكن يساعده. فبي the human in the workplace. ما تبقاش الشخص اللي هو خلاص انا جاي على قد المهمه وبمشي، لا انت خلاص بقيت جزء منهم. خد نمرهم، get connected على لينكدين. it's not a one time connection. think of it more على ان دي صداقه، ودي هتبقى علاقة هتكمل معاك بعد كده، وممكن بعد كده تحتاجهم في حاجة تانية، حد منهم يتنقل شركة تانية لما انت تتخرج تحتاج تشتغل معاه. فدايما فكر في الانترنشيب دي على انها حاجة لونج تيرم مش حاجة شورت تيرم. يلا بينا بقى على اخر بارت، وهو فيما بعد الانترنشيب. What's next؟ واتس نيكست انه بيلدينج اوف من الحته اللي كنا لسه بنتكلم فيها، ان انتوا لازم تكملوا بالعلاقات اللي انتوا بنيتوها دي. العلاقات دي هي من اصغر حد لاكبر حد، من اول الاوفيس بوي باسنج باي زمايلك اللي معاك في نفس الليفل، للسينيور اللي فوقيك، للمانجر اللي فوق اللي فوقيك، للسي اي او، لكل المنظومه. ليه؟ علشان العلاقات دي هي اللي هتساعدك بعد كده. يعني انا معظم فرص الشغل اللي كانت بتجيلي بتبقى كلها كونكشنز. حد من وظيفتي القديمه ساعدني في كذا مره، اوفيس بوي من شركتي اول شركه اشتغلت فيها هو اللي اشتغل راح نقل في شركه تانية، وكان عارف ان انا بقعد اعمل حاجات ميديا واكلم ناس وبي ار وكده، وجاب لي وظيفه في شركه تانية. ف be kind, stay connected للناس دي على لينكدين. find a mentor. لو لقيت شخص انت حسيت ان ده ممكن يكون منتور او مرشد ليك في حياتك تقدر تتواصل معاه بعد كده، وطد علاقتك بيه. انا لسه تقريبا في كل وظيفه اشتغلت فيها عندي منتور، بطلب منهم بعد كده. بيبقى طبعا يعني بيبقى العلاقه رايحه جايه، انا بطلب منهم مثلا recommendation letters، هم بيطلبوا مني. في ساعات شركات بتطلب ان هم محتاجين يكلموا 2 or 3 employees، كان المانجر بياخدهم علشان يدوا فيدباك. ف again it's يعني هو مشوار او سكه طريق رايح جاي. ما توقفش الموضوع ده، خليك دايما كونكتد، خلي علاقتك كويسه دايما بالناس، وافتكر ان الانترنشيب دي حاجه بوابه اتفتحت لك من ربنا ورزق، فتثبت فيها كده ودونت ليت جو، وماكسمايز فرصك منها. I'm 100% sure ان انتوا لو اتبعتوا شويه نصايح اللي اتكلمنا عليها دي هتبقوا the best intern مش بس the good intern. لو عندكم اي نصايح تانية شاركوني في الكومنتس، عندكم اي خبرات تانية شاركوني في الكومنتس. اللقطه الكليشيه اللي بحب اقولها، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو لو if you find it helpful. وبرده don't forget to subscribe علشان يبقى عندكم اي فيديوز نتكلم فيها سواء ليها علاقه بالانترنشيبس او اي حاجه تانية. ولو عندكم اي توبيك عايزين نتكلم فيه سوا بليز ما تنسوش ان انتوا تشاركوني في الكومنتس. بحبكم يا اصدقائي، باي باي.